في برنامج العالم وتدوسوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن اسامه حسن. اسامه حسن قلت لكم ده واحد بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي. الاهلي عملوا مرض نفسي ومرض نفسي وعملوا نفسي مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه فماسيه، هو منبع للتعصب فتنه فماسيه. طبعا شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب ياسين كده بكم فتنه وبيحب الترند والله. طبعا اسامه حسن طبعا هو بيقول كلام بشع، ده كلام غير محترم، ده كلامه بينم عن التعصب في التفاصيل. طبعا بيقول كلام كله كذب وافتراء، بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا اسامه حسن طبعا هو ب 100 وش مترام، ما عندوش شخص اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في تسوى منافق ومدرس وكذاب وبيقرا وبيغل وبيحكي. والشر ما قلت كده النادي الاهلي عمل مشكله، عملوا عقده من سنين لانه هو بيقرا وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا يفرقكم بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل، وحاجه غير محترمه، وحاجه في منتهى الكذب، وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا شوفها كده. عشان النادي الاهلي عنده ازمه ماليه. يعني والله عايز اقول لك يا اسامه حسن، يعني الاهلي يفضل مربيك يفضل مجننك. منتهى الكذب اللي هو بيقول، منتهى الكذب بجد. طلع بيكذب كده قدام الناس اسامه حسن ويقول لك الاهلي بيعاني من ازمه ماليه. ده ايه الكذب ده؟ ده ايه الكذب ده يعني؟ الاهلي بيعاني من الازمه الماليه، كان ما جابش، كنا ما جبناش الصفقات، وكنا جبنا في صفقات قد كده. يعني كميه كذب وحقد وغل تجاه النادي الاهلي، لان الاهلي دايما عامل له مرض نفسي ومش لاقي حاجه يقولها. اسامه حسن هو اسامه حسن مش لاقي حاجه يقولها، فطبعا طالع بكذبه جديده وطالع بوهم جديد وطلع بكذبه اللي هو يقول لك ايه الاهلي عنده ازمه ماليه ومش عارف ايه. كميه كذب غير طبيعيه. فعايز اقول لك يا اسامه حسن الاهلي هيفضل مربلك ويفضل مجننك ويفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا اسامه حسن قلت لكم هو بيحب ياسر جلبي كم تعصب فتنه وبيحب الترند والله. طبعا اسامه حسن طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. اسامه حسن اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.